كابتن حسني عبد ربه وتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجلس اداره نادي الاسماعيلي؟ لا مفيش يا عم، لا ما قدمتش بلاغ للنائب العام، انما هو كل القصه اللي انا سالت على حقي الشرعي اللي انا تبرعت بمبلغ للنادي الاسماعيلي اللي هو من خلاله يعمل ملعب للناشئين. فانا واحد من الناس اللي انا تبرعت، فحق اللي انا اساله، حق اللي انا اشوف المشروع اللي انا نفسي اللي هو يتحقق ويتعمل ملعب للناشئين اللي هي مظلومه، اللي هي مش لاقي حقها في النادي الاسماعيلي، مش لاقيين ملعب محترم يتمرنوا عليه. فانا وقفت معاهم وقدرت ان انا يعني عملت حاجه برضو زي ما بعمل النهارده، عملت حاجه اللي انا اقدر اساعد. فدي حاجه الحمد لله الواحد بيقول الحمد لله عليها، اللي هو يقدر يعني حاجه لو اي حاجه بسيطه في النادي الاسماعيلي يرد جميله اللي هو كبرني بعد ربنا وعملني. فهي المشكله بس ان امور ماديه تتساوى في الحسابات والامور كده، ان شاء الله اتمنى ان هي تتظبط صح ويشوفوا القصه ايه، وانا هتابع الموضوع. يعني المشكله اللي انا امنت وسبت الفلوس وحاجات كتير والملعب كان المفروض يتعمل ما اتعملش، انما هو ده يعلمني برضو اللي انا الحاجه اللي انا اعملها لازم اتابع معاها على طول واشوف الفلوس اللي انا دفعتها دي رايحه فين. التوقف دي مش بتاعتي، عوده النشاط مش بتاعتي، كل حاجه ليها مسؤوليه.